السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ النهارده معانا فيلم ان شاء الله يعجبكم. ويقول لك ان حجر يسقط على الارض ويعرض حياة المواطنين للخطر، ومعظم المدن يتم تدميرها. والناجين من الحجر اللي سقط على الارض دول بيبقوا عايشين على ارتفاع 8000 فوق مستوى سطح البحر. ويصبح شريان الحياة يا صديقي بعد 3 سنوات في جبال روكي في أمريكا. وهنا يظهر فيلمنا إن طفل يسمع صوت وبيجري ويبص وراه ما يلاقيش حاجة، ويفتكر إن دي المخلوقات اللي بتجري وراه بعد سقوط الحجر. وهنا يتكلم الطفل مع أبوه وبيقول له عاوز يشوف حياة جديدة وناس جديدة، وأبوه بيحذره إن هو يتحرك بعيد للمناطق العازلة اللي بيبقى فيه موجود فيها الوحوش. وهنا يا صديقي أبوه بيذهب يصطاد مع بنت أم شعر أصفر دي اللي هي كيتي، وهم بيصطادوا حيوان وبيجيبوه على القرية اللي هم عايشين فيها. وهنا يا صديقي واحدة بتحط الرصاص في الفرن أكنها بتحمره وتجرب الرصاصة. وهنا يا صديقي أبو الطفل بيخاف على ابنه. الولد بيتعب بالليل ومش قادر ياخد نفسه، وبيحط له جهاز التنفس وبيقف يتكلم مع ابنه. وتاني يوم بياخد ابنه وبيروح يصطاد السمك يا صديقي هنا، و وبيتكلموا مع بعض، وان هو مفتقد الحياة والاشخاص اللي هم كانوا قاعدين معاهم، والناس اللي هم ماتوا بسبب سقوط الحجر وظهور الوحوش. ويجي بالليل وابنه بيتعب و... ويحط له الإبرة، ويا صديقي هنا يقعد جنب ابنه عشان يخف. وهنا بيفكر ابوه ويل ان هو ينقذ ابنه، وان هو يجيب له العلاج بتاعه، وان هو يتخطى المنطقة العازلة ويعرض حياته للخطر عشان ينقذ ابنه. وهنا يا صديقي ويل بيدخل على نينا اللي كانت بتحط الرصاص فاكرين في الفرن، ويقول لها انت بتشربي ليه؟ قالت له ما انت كمان بتشرب، وبيشربوا سوا. وبعدها بيقول لها ان هو بكرة هيغادر عشان يروح يجيب العلاج لابنه. وقالت له انت كده بتعرض حياتك للخطر، وان انت كده هتموت، وبتحذره من المخاطر اللي هيشوفها في طريقه. وقال لها خلاص انا خدت قرار وهمشي بكرة ان شاء الله. وهنا يا صديقي ويل بيجهز نفسه ومعاه الأسلحة، وبيدخل على البنت أم شعر أصفر، وبيقول لها إن هو بكرة برضو هيمشي وهيروح يجيب علاج عشان ينقذ ابنه. بتقول له أنا هاجي معاك عشان أنت أكيد هتحتاجني. بيقول لها لأ، أنت هنا لازم تكوني موجودة هنا عشان الناس هنا محتاجينك. ويجي الصباح ويتحركوا هما التلاتة، نينا وكيتي أم شعر أصفر ومعاهم ويل، وعشان يجيبوا العلاج وينقذوا الطفل الصغير. وهنا بيوصلوا للخط الفاصل. وهنا بيلاقوا بيخشوا المنطقة الفاصلة وبيبحثوا عن أي حاجة ياخدوها من السيارات اللي موجودة قدامكم ديت من حاجات البواقي. وفجأة بتتخانق نينا مع أم شعر أصفر كيتي عشان طبعا راجل واللي هو ويل، وطبعا الولد الخطير اللي موقع البنات في حبه. وراح أنقذهم. وراحت خدت نينا قلم من أم شعر أصفر، ويجري ويل ويسلك ما بينهم. وهم ماشيين يلاقوا حصنة، وبيتفاجئوا من الحصنة اللي موجودة. وهم ماشيين نينا بتحس بالمخلوقات بتقرب عليها وبيتفرقوا، وويل بيحاول يجري عشان يشغل اللي هو الجهاز اللي بالسلك اللي بيمشي. ويظهر الوحش وتشوفه ام شعر اصفر كيتي وتضرب بالقنبله وما تتاثرش فيه. وهنا يا صديقي الوحش بيجري عليهم وبيشتغل ويركب ويل ونينا مع بعض. وبتجري كيتي وتطلع على العمود عشان تنط معاهم وتركب معاهم.
وهنا طبعا الوحش بيستغل كده وبيقطع السلك، وفجأة يقع على الأرض ويجروا، والوحش بيجري وراهم في آه بيجري وراهم. وخلاص الوحش هيوصل لهم ويوصل للخط النهاية اللي هم بيقفوا فيه، والخط دوت الوحش ما يقدرش يتخطاه وبيرجع تاني. وهنا بتجيب لهم نينا مشروب شعير، بيقولوا انه بقاله 18 سنة متحنط اكنه جبنة قديمة. وبيشربوه سوا وبيتفقوا ان هم الصباح هيتحركوا ويمشوا لحد النفق، وبيوصلهم النفق ده لمكان تاني يسمى المستوى السابع، ويلاقوا الباب مقفول وبيشوفوا طريق تاني. وفجأة بيطلع عليهم الوحش الخطير وبيجري وراهم ويا صديقي، ويجري منهم ويدخلوا مكان صغير ضيق، ويقفوا ويطفوا نور الكشافات الخوذ اللي هم لابسينها. ويدخل الوحش طرف من أطرافه زي مخالب كده، ويقعد يشوف حوالين وشوشهم. وفجأة ويل يرمي شعلة على الأرض، والوحش يروح رايح ناحية الشعلة ديت اللي هو الطرف منه، ويبعد ويلاقي مخرج تاني. وفجأة كيتي أم شعر أصفر طبعا الوحش يظهر قدامها، ويروح غارز مخالبه فيها وتنادي على ويل، وما يقدرش ينقذها، وياخدها الوحش وتصرخ ويسحبها الوحش. وويل ونينا يجروا ويطلعوا على سلم لحد ما يوصلوا للسطح. وطبعا هم بيبقوا زعلانين على كيتي جدا ومتأثرين بيها، ويمشوا لحد ما يوصلوا لمنزل ويبحثون عن طعام، ويتفقوا انهم يتحركوا الصباح ويركبوا العربية ويدخلوا منطقة تانية محظورة، ويوصلوا للمستشفى اللي هم عاوزين يوصلوها، مستشفى بولدر. ويفضلوا يبحثوا عن اللي هم جايين ليه العلاج عشان ينقذوا الطفل. ونينا تشوف على الجهاز ان الوحش بيقترب، وبيجري ويل وتجري نينا، والوحش يجري وراهم. وبتيجي فكرة لويل يفجر أنابيب الأكسجين اللي موجودة، والوحش أول ما بيقرب يروح ضارب في الأنابيب وينفجر، والوحش يطير بره المبنى. وهنا يتحركوا بسرعة ويركبوا العربية لضربهم المختبر. وتطلع إن نينا دكتورة واسمها وعندها عائلة ولد وبنت موجودين في الصورة، ويشوفهم ويل وبيسألها ماتوا ازاي. قالت له بسبب المخلوقات الغريبة. وتحاول ان هي تعمل تجربة عشان تضعها على الرصاص اللي هو اكسيد المغنيسيوم، وتجرب التجربة وتفشل في اختراق القطعة. وتبلغ ويل انها ستبقى في المختبر دوت، وان هي هتقضي فيه على المخلوق، يا اما المخلوق هو اللي يقضي عليها، وان هي تحاول تجرب ومش هتيأس. وويل ما كانش قدامه غير انه هو ياخد نفسه ويروح لابنه اللي هو هند وينقذه بالعلاج اللي هو معاه، ويتحرك بالسيارة لوحده. وتحاول نينا ان هي تجرب مواد لحد ما توصلت لمادة وقدرت ان هي الرصاصة تخترقها. وفجأة وصل الوحش وحست بيه، وأول ما يقرب منها راحت ضربته يا صديقي. وهنا يا صديقي ويل وهو ماشي بالعربية والعجلة فرقع، والعربية بتتقلب منه على الطريق، ويسمع صوت الوحش بيقترب، فيطلع يجري وياخد السلاح والشنطة وبيجري. ويا صديقي الوحش بيقرب منه، فجأة بيبص لقى وحش تاني فوق، وفجأة بيبص لقى وحش تالت أكن أمه دعياله يا صديقي هنا. وهو بيظل الوحش التالت بقى محاصر ب3 وحوش. بطلنا المغوار محاصر ب3 وحوش، يا ترى هيعمل ايه؟ وهنا بيضرب النار على وحش ما بيأثرش فيه حاجة، وهوب يقع الوحش وينفجر، وتظهر البطلة المغوارة نينا وتضرب الوحش التاني. تنساش يا صديقي تعمل الاشتراك في القناة وتعمل لايك وانت بتتفرج. بوجود نينا
وتقتل الوحش التالت، بيبقى بيراوغ الرصاص بتاعها لحد ما تضربه في رصاصة وينفجر. وهنا بيتبسط ويل، وتظهر البطلة ويقول لها يخرب بيتك عملت كده ازاي، وتقول له الوحوش دول عبارة عن روبوت مبرمجة. وهنا يا صديقي نوصل للنهاية، وعبارة عن روبوت مبرمجة. ويوصل ويل لأنه ويواصل ويل ونينا آه، المشي لحد ما يوصلوا للقرية، وابنه يطلع يجري عليهم. وهنا ترفع بطلتنا العلم، وكله بيعرف ويجهزوا نفسهم ويعملوا المادة اللي بتقتل المخلوقات الغريبة ديت. وهنا بيجهزوا نفسهم ان هم يدخلوا المنطقة العازلة ويحصل انفجارات، وبيتخلصوا من الوحوش. وهنا يا صديقي بنوصل لنهاية الفيلم، النهاية السعيدة ان كله بيرجع زي ما كان. وما تنساش اللايك والشير